ناقصه. يعني هو ناصر بعد ما وصل لكل حاجه، عشان يعني نرجع لنفس النقطه اللي انا قلتها للاستاذ، فكره انه ربط حياته بالفلوس، فليه ما بقاش سعيد؟ اللي هي هو خلاص كان نفسه يبقى معاه في فلما حقق المراد ده ما بقاش عنده حاجه تانية يعملها، بدا يستعيد العقد النفسيه اللي عنده، فبدا يفتكر ان حتى لا يطير الدخان، وكانت في حتى لا يطير الدخان. العظمه بقى في ان انت تربط حياتك بهدف، ان انت بتعيش حياتك طول حياتك سعيد، لان انت مش رابط حياتك لا بفلوس ولا بشهره ولا بكذا ولا باشخاص. يعني قال لك ان اردت ان تعيش حياه سعيده فاربطها بهدف وليس باشخاص او اشياء. اشخاص يعني ان انا اقول انا عايز انجح عشان اثبت لفلانه ان انا بقيت حاجه كويسه. طب افرض وانت في نص الطريق فلانه دي ماتت، انا اعمل ايه بعد ما انا كنت رابط حياتي كلها عشان اثبت؟ اروح لها انجح، بروح لها عند التربه اقطع هدومي انا انجح او اقول مثلا انا عايز انجح عشان فلان يبقى فخور بيا. طب لا قدر الله حصل نفس الموضوع، طب انا عايز انجح رابط حياتي بالفلوس. طب افرض وانا في ربع الطريق بقيت اغنى واحد في العالم مثلا، مش هيبقى عندك حاجه فدايما نربط حياتك بشيء غير ملموس وشيء غير مادي. يعني اربط حياتي بالنجاح، ان انا عايز افضل مستمر مثلا، انا رابط حياتي بالتصاعد والاستمراريه. بعيش سعيد ليه؟ لانه انت في الطريق بتكتشف انك بقيت مشهور، فدي ادي جرعه سعاده انت مش عامل حسابها. بتكتشف ان ممكن تبقى واحده اثبتت لها مثلا ما كنتش حاططها في دماغك. بتكتشف ان في ناس بقت فخوره بيك، وهكذا طول العمر.